بعد اكتمال المشاركين في الإليمينيشن تشامبر، يلا بينا نشوف مين هو المرشح الأقوى للفوز بالمباراة. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. Welcome to a new era. Welcome to the Netflix era. Really? What? Do you have to do that every time we get in the car to go anywhere? What's the point of having entrance music if you're not going to use it? I mean, where does that music come from anyway? عم المجال كله أستاذ تريبل اتش. كل فيديو خميس كده لازم ابدأ بيك، انت في المقدمة، انت في قلبي. كل المصارعين في كوم، وادارتك انت للاتحاد في كوم تاني خالص. ايه الاشاعات اللي طالعه على النت دي يا استاذ بخ؟ داميان بريست هو المرشح الاول للفوز بالإليمينيشن تشامبر؟ ليه كده؟ ده انا كنت ماشي بحترمك وبقول عليك مظلوم الفيديو اللي فات والسبب هو ذا روك، تطلع اشاعات ان داميان بريست هو الاحق بالفوز؟ ليه داميان بريست يواجه كودي رودز؟ انا مش بكره داميان بريست، انا ابتديت اشك ان داميان بريست بقى اوفر، خد دفعات زياده عن اللزوم. انا اكتر واحد كنت مبسوط لما فاز بالماني ان ذا بانك، ولما صرفها على درو ماكنتاير في الراس المنيا كنت مبسوط. لما فاز بلقب العالم قدم فتره كويسه، ولكن يا استاذ تريبل اتش انت خليت داميان بريست يدفن فين بالور، يدفنه حرفيا. فين بالور دلوقتي داخل في عداوه مع دومينيك ميستيريو في الراس المنيا، وبعدين نقلت داميان بريست العرض سماك داون. قلت ماشي، خليت داميان بريست يقصد درو ماكنتاير من الرويال رامبل، قلنا ماشي، درو ماكنتاير حتى عداها. انما داميان بريست يفوز بالإليمينيشن تشامبر ليه؟ مش كفايه دفعات؟ على فكره داميان بريست ما ينفعش يفوز بألقاب عالم تاني، كفايه عليه اللي هو خده. داميان بريست من نوعيه المصارعين اللي لازم يفوزوا بلقب العالم مره واحده في كاريرهم، ما يكرروهاش تاني، لانه لو كررها هتبقى بايخه. مش هيقدم حاجه تاني لو فاز بلقب عالم، لانه مش من نوعيه المصارعين اللي يقدروا ينوعوا مع اللقب، ما عندوش القابليه دي خالص. انا ما كنتش متقبله في دور الهيل الصراحه، ولا كنت متقبله في دور الفيس خالص، ولكن تقبلته في دور بطل العالم للوزن التقيل. الاداء الجيد اللي كان بيقدمه على الرينج والاداء الجيد اللي كان بيقدمه على المايك، استمتعت بالعداوات اللي هو قدمها سواء مع جونتر او مع اي مصارع تاني. ولكن داميان بريست مشاركته في المباراه دي غريبه شويه، غريبه قوي. تحس كده ان هو ده الخازوق اللي تريبل اتش محضره لنا. انت لسه ما فقتش من خازوق الرويال رامبل بعد فوز جي اوسو؟ لا خلاص، الخازوق الجديد داميان بريست يفوز بالمباراه دي ويلاعب كودي رودز في الراس المنيا. ليه يا استاذ تريبل اتش؟ انا عارف ان مشاركه داميان بريست في ماتش زي ده، هو راجل بطل عالم سابق، ومشاركته في ماتش زي ده هيديله قيمه. انت عندك المشاركين ناس كبار، عندك سي ام بانك بطل عالم سابق، جون سينا ذا جريتست اوف ذا اول تايم، سيس فريك رولينز بطل عالم سابق، درو ماكنتاير بطل عالم سابق، داميان بطل عالم سابق، لوجان بول هي طفره، واتمنى ان لوجان بول يخرج من المباراه دي بسيناريو ضد اي كلب، اي كلب، سواء داميان او سواء اي كلب تاني. انما داميان بريست يفوز بالإليمينيشن تشامبر، والاشاعات اللي طالعه على تويتر والاشاعات اللي انا بشوفها على الفيسبوك والاخبار ان داميان بريست اقرب واحد يفوز بالإليمينيشن تشامبر، ليه؟ ايه القصه ما بين داميان بريست وكودي رودز علشان يلعبوا بعض في الراس المنيا؟ كودي رودز في عداوه مع البلاد لاين، يعني ممكن مثلا كودي رودز مثلا في ماتش زي ده لو مثلا فاز سي ام بانك، ممكن رومان يخش يشارك في الماتش، ممكن تتلعب ماتش رباعي في الراس المنيا مثلا. انما داميان بريست ايه وضعه؟ ملوش اي قصص. داميان بريست الحل الوحيد له في المباراه دي انه يخرج بعداوه مثلا مع لوجان بول. ده حتى درو ماكنتاير رفض انه يخش في عداوه مع داميان بريست. انتوا متخيلين وصلت بيه الحاله لايه؟ درو ماكنتاير رافض السيناريو والتهميش مع داميان بريست، ما بالك لو كودي رودز لاعب داميان بريست في الراس المنيا؟ انا مش كاره فكره كودي ضد داميان بريست، انا كاره فكره كودي ضد داميان بريست في الراس المنيا. ما كان ممكن مثلا كودي وداميان بريست يلعبوا ماتش عادي في الإليمينيشن تشامبر على اللقب، انما ليه داميان يلعب على اللقب في الراس المنيا؟ ما احنا كده بقى نتوقع ان كودي مش هيخسر اللقب في الراس المنيا ديت، فكده نتوقع ان فوز داميان بريست بالإليمينيشن تشامبر فوز مستحق، ان كودي بنسبه كبيره مش هيخسر اللقب. ما هو لو بانك او سيس اللي فازوا بالإليمينيشن تشامبر يبقى كودي بنسبه 100% هيخسر اللقب في الراس المنيا. انما فوز داميان بريست بالإليمينيشن تشامبر معناه ان كودي رودز مكمل باللقب،
فيا استاذ تريبل اتش احنا لسه ما عملناش توقعات ولسه ما عملناش ردة فعل، لان الفيديو اللي هنعمل عليه ردة فعل او اللايف اللي هنعمله ردة فعل هيكون في رمضان، هنكون صايمين، وحتى لو ما كناش صايمين فده شهر خير وبركة علينا، مش هينفع نتلفظ بألفاظ لا في اللايف ولا حتى في مراجعة العرض بعد ما يخلص. فابوس ايدك ما تعملش زي محمد علي وتعمل لنا مذبحة القلعة الجميلة. خد وقتك كده واختار اللي هيفوز بالإليمينيشن تشامبر بتأني. انت عندك 6 مشاركين منهم 2 لا يصلحوا للفوز بمباراة كرة سلة حرفيا، سواء داميان بريست او لوجان بول. انا مش بكره داميان بريست، انا بقولها اهو، بس داميان بريست ما يستحقش يلعب على لقب عالم في الراس المانيا، بس انا بكره لوجان بول عادي. انت عندك درو ماكنتاير يستحق يفوز، سيس يستحق يفوز، سي ام بانك يستحق يفوز، جون سينا يستحق يفوز. واحد من ال4 دول لو واجه كودي في الراس المانيا هيحققوا اعلى التذاكر، اعلى المبيعات ليك يا تريبل اتش، وهو ده اللي انت بتحبه. داميان بريست هيحقق لك ايه؟ انا عايز اعرف. واحد من ال4 اللي انا قلتهم سواء درو، سينا، بانك، سيس ضد كودي رودز هيحقق لك اعلى حاجه ممكنه. كمان انا عايز اعرف حاجه، استاذ رومان رينز اللي خد 2 ستومب والدبليو دبليو اعلنت اصابته لاجل غير مسمى، ايه دوره في الاليمينيشن تشامبر؟ لانه لازم يظهر، لان بعد فوز سيس رولينز على فين وتاهله للاليمينيشن تشامبر، دلوقتي سيس رولينز انا متاكد بنسبه كبيره ان هو مش هيفوز بالاليمينيشن تشامبر، وده لسببين 2. سبب وجود سي ام بانك في المباراه، لان زي ما انا قلت وهفضل اقول، سيس بعد خسارته من سي ام بانك في اول عروض الرو على نتفليكس، في تاني عرض الرو على نتفليكس على طول قال لي سي ام بانك مش انا الشخص اللي لما اخسر هطلع واعيط، بالعكس انا هطلع وهفضل اطاردك وهفضل الكابوس بتاعك وهشارك في الرويال رامبل، لو ما فزتش بالرويال رامبل فانت مش هتفوز بيها، وده اللي حصل. سيس ما فازش وبانك ما فازش، وسيس طلع بعدها قال ايوه انا ما فزتش بالرويال رامبل انا حزين، بس برضه بانك ما فازش وده المهم. فسيس في المباراه دي 100% هيتسبب في اقصاء سي ام بانك من المباراه دي، وبعد ما يتسبب في اقصاء سي ام بانك من المباراه دي اتوقع ان رومان رينز هيتدخل في مباراه الاليمينيشن تشامبر دي وهيتسبب في اقصاء سيس فريك رولينز من الماتش ده، علشان يحصل التويست هنا. العداوه هتتنقل من ما بين سيس وبانك لسيس ورومان، وساعتها هحترم شويه عقليه تريبل اتش ده لو رومان تدخل في الاليمينيشن تشامبر وما سابهاش عايمه، لان لو ما تدخلش انا كده هفهم ان المشكله جايه من رومان رينز وهو اللي مش عايز يظهر. لازم ولا بد مشاركه رومان رينز في الاليمينيشن تشامبر ويتسبب في اقصاء سيس فريك رولينز، علشان الفاينل في الاليمينيشن تشامبر يكون ما بين 3 مصارعين بالظبط، ماكنتاير، داميان بريست، وذا جريتست اوف ذا اول تايم جون سينا، وطبعا لوجان بول انا مستبعده تماما. ودي نفس الجمله اللي انا قلتها على جي اوسو في فيديو التوقعات، انا مستبعده تماما وجي اوسو هو اللي فاز. ربنا يستر عليا، ربنا يستر عليا في اللايف. انا هكون صايم، لا هينفع ناخد مهدئات، لا هينفع ناخد اي حاجه، لا هينفع حتى نتكلم، يعني هنبقى الله يستر، الله يستر علينا يا رب، الله يستر. انا قلت على جي اوسو ان هو مستبعد تماما، وبقولها على لوجان بول هو مستبعد، داميان بريست مستبعد. اقوى 3 مرشحين للفوز بالاليمينيشن تشامبر يا اما درو ماكنتاير، يا اما داميان بريست للاسف بسبب الاشاعات الكتيره اللي طالعه، يا اما جون سينا، وهو اكتر واحد مرشح، لان الدبليو دبليو اي اعلنت ان جون سينا مشارك في الجوله الاوروبيه بتاعه الدبليو دبليو اي، الجوله المحليه اللي هتتلعب، وكمان هيشارك بشكل فول تايمر من بعد الاليمينيشن تشامبر. دي حاجه كويسه جدا، جون سينا هيبقى بشكل فول تايمر، يعني ده سبب كاف ان يخلي جون سينا مرشح قوي جدا للفوز بالاليمينيشن تشامبر. بس برضه ممكن جون سينا هيشارك بشكل فول تايمر من اجل عداوته مثلا في الراس المنيا ضد مصارع تاني، وليكن مثلا المصارع اليوتيوبر لوجان بول. يعني للاسف تريبل اتش حاطط لنا خازوقين في الاليمينيشن تشامبر، داميان بريست ولوجان بول، واحد منهم هيعمل حاجه هتقرفنا. هو للاسف سي ام بانك مش هيفوز بالاليمينيشن تشامبر بسبب المعروف، ما هو لو فاز بالاليمينيشن تشامبر هيبقى ايه فايده المعروف بتاع بول هيمن؟ مش هيبقى له اي 30 لازمه، هيترمي في الزباله. فانا شايف ان جون سينا هو انسب واحد انه يفوز بالاليمينيشن تشامبر، هو اقوى مرشح يفوز بالاليمينيشن تشامبر. جون سينا وكودي رودز في الراس المنيا مباراه بيع، مين ايفنت كبير قوي. مش هنتكلم بقى جون سينا يفوز على كودي ويحقق ال17 والكلام ده، مش هنتكلم عليها. المهم ان جون سينا يفوز بالاليمينيشن تشامبر. بس برضو الناس هتقولي طب ودرو ماكنتاير المظلوم ده، هو انا اللي ظالمه؟ ما تريبل اتش هو اللي بيظلمه. درو ماكنتاير هيبقى طريقه ايه في الراس المنيا بقى لو ما فاز بالاليمينيشن تشامبر ده؟ مجهول، طريقه مجهول لحد دلوقتي.
انت ما تفهمش طريق درو ماكنتاير ايه في الراس المنيا خالص، لانه لو ما فاز بالإليمينيشن تشامبر ورافض عداوته مع داميان بريست يبقى هو طريقه ايه في الراس المنيا؟ الدبليو دبليو اي وعدته بايه؟ اللي انا اتمناه من الإليمينيشن تشامبر حاجتين، يا فوز جون سينا يا فوز درو ماكنتاير. انا مش بتمنى فوز سي ام بانك خالص طول ما هو عاكك نفسه بالمعروف بتاع بول هيمند، مش بتمنى فوز سيس فريك رولينز، مش خالص بتمناها لان سيس ما يستحقش، لا لان سيس عنده عداوه مع رومان رينز، دي حاجه. درو ماكنتاير اكتر واحد في الست مصارعين دول يستحق انه يلاعب كودي رودز على اللقب ويستحق انه ينهي فتره كودي رودز باللقب ده، تمام. جون سينا تاني واحد يستحق ليه؟ لان دي جولته الاعتزاليه ومن حقه يكسر الرقم بتاع ريك فلير، بس انا عارف ان جون سينا للاسف نرم، ممكن ضميره يصحى قبل العرض ويقول له يا عم بخ انا شايف ان انا ما استحقش افوز بالمباراه زي دي، احنا نفوز حد تاني. اتمنى يا جون سينا لو انت مش عايز تفوز بيها نفوز درو ماكنتاير، انما داميان بريست لا، لوجان بول لا، سيس رولينز لا، سي ام بانك لا. سيس وبانك عندهم القصص بتاعتهم في الراس المنيا محجوزه، لوجان بول وداميان بريست يعملوا لهم قصه مع بعض وندوهم ماتش في الكيك اوف بتاع الراس المنيا. جون سينا اختار لك اي مصارع ولعبه في الراس المنيا لو انت مش عايز تفوز بالإليمينيشن تشامبر، ما تقرفناش. لو انت مش عايز تفوز نفوز درو ماكنتاير، احق واحد فيهم. ما هو خلاص طالما جاي اوسو هيبقى بطل العالم وهيقدم شخصيه محبوبه عبيطه بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيون، يبقى ننهي الشخصيه المحترمه الجدعه بتاعت كودي رودز وحد هيل يشيل لقب الدبليو دبليو اندسبيوتد تشامبيون، والحد الهيل ده يكون درو ماكنتاير. هي واضحه، وانا الحمد لله في الجزء الثالث اهو قدرت اوصل لاتنين قواي جدا ان هم يقدروا يفوزوا بالإليمينيشن تشامبر، لان انا ملاحظ جدا ان سي ام بانك مش مستبعد، بس ده مستبعد بنسبه كبيره قوي بسبب المعروف ده، لان المعروف ده هيخلي سي ام بانك يشارك في حدث رئيسي مش اكتر، او يخلي سي ام بانك يخش في المباراه ما بين رومان وسيس مش اكتر. تاني حاجه سيس مشارك في المباراه دي علشان رومان رينز يتدخل ويخسره وتبني عداوه رومان رينز وسيس في الراس المنيا. ادي اهم اتنين مصارعين من الستة مستبعدين، سيس وبانك. بقى عندك انت مين بقى؟ داميان بريست، ماكنتاير، لوجان بول وجون سينا. طب لوجان بول يفوز بالإليمينيشن تشامبر؟ لوجان بول مين اللي يفوز بالإليمينيشن تشامبر ده؟ استاذ تريبل اتش. مش عايز يجي لي جلطه في اللايف، انا بقول لك اهو مش عايز يجي لي جلطه في اللايف. المتابعين اي نعم بيحبوني بس بيفرحوا فيا. طب داميان بريست ما يستحقش بجنيه واحد، ما يستحقش يفوز يواجه كودي رودز على اللقب في اي عرض، اي عرض الا الراس المنيا. خد لحظته في الراس المنيا اللي فاتت لما صرف الشنطه وخد لقب العالم من درو ماكنتاير. نعين اللحظه دي لحد تاني، حد اتظلم. داميان بريست طول السنه بيدفن في مصارعين، يبقى عندنا اتنين قوي جدا عشان لما نعمل فيديو التوقعات كده ناخد نفس عميق كده شهيق وزفير كده حلوين ونختار واحد من الاتنين دول، يا اما جون سينا يا اما درو ماكنتاير. واحد من الاتنين دول لازم يفوز بالإليمينيشن تشامبر. عايز الإليمينيشن تشامبر يطلع إليمينيشن تشامبر جبار وعظيم، يبقى يا اما جون سينا علشان يبقى جوله اعتزاليه عظيمه ويبقى شارك في مين ايفنت في الراس المنيا، ما هو هيبقى اخر مين ايفنت في الراس المنيا في تاريخه يشارك فيه. وبرده لو جون سينا رفض الفكره وزي ما تريبل اتش يقول جون سينا هو اللي بيختار الجوله الاعتزاليه بتاعته، يبقى درو ماكنتاير اللي يفوز بالإليمينيشن تشامبر. المشكله ان جون سينا دلوقتي بيصور فيلم، مش هيظهر في الطريق بتاع الإليمينيشن تشامبر ده خالص، ما بيظهرش. اللي بيظهر هما الخمس مصارعين التانيين، ولوجان بول ظهر بس في ماتش مع ري ميستيريو مش اكتر. بانك اللي مهتم، سيس مهتم، ماكنتاير مهتم، داميان بريست مهتم، وكل العين كلها رايحه على كودي رودز. بس انا من وجهه نظري الشخصيه انسب واحد فيهم كلهم لو جون سينا رافض ان هو يفوز بالإليمينيشن تشامبر هو درو ماكنتاير. بس انا مش هتوقع دلوقتي مين هو اللي هيفوز فيهم، انا كل اللي هقوله دلوقتي في الجزء الثالث اللي احنا فيه قبل فيديو التوقعات والجزء الاخير ان شاء الله. الإليمينيشن تشامبر عشان يكون إليمينيشن تشامبر عظيم، اولا سيس رولينز هو اللي يقصي سي ام بانك من الماتش، وبعد ما سيس يقصي سي ام بانك رومان رينز يتدخل ويتسبب في اقصاء سيس رولينز من الماتش ده، ويحصل بقى ماتش تاني خالص ما بين ماكنتاير وسينا، ويخلص الماتش ده ما بينهم هما الاثنين ويطلع فايز منهم. ده علشان يكون إليمينيشن تشامبر عظيم. وان شاء الله في الجزء الاخير سواء هو الجزء الجاي او الجزء اللي بعده هنعرف مين هو البطل، لان احنا لما نشوف سماك داون الجاي صورة البطل هتبان قدامنا اكتر، والسرية بتاعت تريبل اتش على الاحداث هتبدأ تبان واحدة واحدة. وبس كده يا شباب، الاهم انك تتابعنا على صفحة الفيسبوك، تابعنا على الانستجرام والتيك توك، كل الحسابات موجودة تحت في الديسكريبشن. اهم حاجة برضو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. كان معاكم مصطفى محمد واحلى سلام.